اكيد طبعا سألت نفسك ازاي الواندو دي اتعملت في وسط الزحمة دي، وازاي المهاجم هو اللي اتحرك في المساحة الفاضية وطلب الكورة. في درس النهاردة ان شاء الله هكشف لك سر العرضيات الصح، امتى تلعبها وازاي تخلي المهاجم هو اللي يروح للكورة، مش الكورة هي اللي تروح له، هو اللي يروح لها. جهز دراعك يا وحش وركز معايا في كل تفصيلة، لان الفرق بين المحترف والهاوي في بيس 13 هو التوقيت. يلا بينا نبدأ الشرح العملي. طبعا انت وانت بتلعب الماتش وبتعمل خطة بتروح حاطط الجناح ناحية اليمين وجناح ناحية الشمال، اذا كان كريستيانو رونالدو ولا اذا كان ايا كان اللي انت بتلعب بيه جناح، وتديله الكورة وتجري جنب الخط وهوبا ارفع يا جدع، ترفع تبص تلاقي الكورة راحت في السما، الجون طلع عليها مسكها، المهاجم بتاعك واقف ثابت مش عايز يتحرك وعمال يتفرج على الكورة. السر في كل دوت مش في ايدك انت وانت ماسك الدراع، السر اللي بيخليك كل ده يحصل الارقام اللي جوه خطة الفريق، اللي هي زي ما بيقولوا كده الهجوم. انت سايبه عشوائي زي ما عامله لك الكمبيوتر، فالمهاجم ما بيجريش ما بيتحركش في المساحة اللي المفروض الكرة هتتلعب له فيه. صلي على النبي في قلبك كده يا كابتن، وتعالى اقول لك انا ازاي هنظبط الكلام ده كله مع بعضه. اخليك تظبطه بالملي، وهقول لك على كام طريقة تقطع بيها الشباك بتاعت اصحابك. قبل ما تلمس دراع لازم تدخل على الخطة الاول وتظبط الحاجات اللي انا هقول لك عليها ديت. خلي الهجوم على 4، وخلي دعم اللاعب على 3. الحركتين دول بيخلوا الجناح يتثبت على الخط، وبيخلي المهاجم يهرب في ظهر المدافعين. اول انت ما تقرب بالكوره عشان ترفع من منطقه الجزاء هتلاقي المهاجم بتاعك بيهرب في ظهر المدافعين. يبقى كده احنا جهزنا اللعيبه بالكمبيوتر ازاي يتحركوا قبل ما نلعب. يعني قبل ما نلعب احنا كده جهزنا اللعيبه، ساعه لما هاجي ارفع اللعيبه هتتحرك. تعالى بقى على الرفع. في الرفع في بيس 13 مفيش حاجه اسمها اجري جنب الخط وارفع وخلاص. في ناس بتروح جنب الخط وتروح دايسه رفع من غير ما توجه السهم، يقول لك كده كده في بيس 13 لو دوست على زر الرفع الكره هتترفع. على فكره ده مش صح، مفيش حاجه اسمها ارفع وخلاص. انت عندك 3 طرق على حسب المدافعين واقفين ازاي بتلعب العرضيه بتاعتك، ده هيسهل لك الدنيا والله. جرب وشوف. الطريقه الاولى بنقول عليها العرضيه المتقشره. ازاي؟ لو المهاجم بتاعك طويل زي كريستيانو رونالدو او ابراهيموفيتش وبيلعب بدماغه كويس ومحدش ماسكه، هتدوس رفع هتدوس على زرار الرفع مره واحده، لان في رفعه بانك بتدوس مره او بتدوس مرتين او بتدوس 3، كل واحده من دول ليها طريقه. لو بتبص على المهاجم بتاعك، المهاجم واقف فين؟ ممسوك مش ممسوك، حد واقف لوحده. لو واقف لوحده ومحدش مراقبه هتدوس رفعه عاديه بس بتوجه السهم. دوس على الزرار بتاع الرفع وترفع، الكرة هتنزل من فوق اللعيبه من فوق المدافعين. جربها وقول يا عم انا بضحك عليك، جرب وشوف. هتدوس على زرار الرفع مره واحده لو المهاجم بتاعك مش متراقب، مع زرار اللي بتغير بالاشاره اللي هو L1، الزرار اللي قصاد الزرار اللي بتغير بيه اللاعب ده اما بتدوس عليه وبترفع الكرة رفعه، الكرة بتترفع من فوق المدافعين وتنزل على دماغ اللاعب. دي اول طريقه اللي بنقول عليها العرضيه المتقشره. الطريقه الثانيه اللي هي العرضيه السريعه، رفعه بردك بس رفعه سريعه. الاولانيه رفعه من فوق المدافعين، العرضيه الثانيه رفعه سريعه زي ما بتقول كده ايه، لدغه. لو المدافعين مغطين يعني ماسكين اللاعب ومغطين عليه، بتدوس على زرار الرفع مرتين، الكرة ما بتبقاش مرفوعة عالية، بتبقى الرفعة بتاعتها متوسطة. يعني قول كده في مثلا ارتفاعها، مثلا قول كده في سوى صدر اللاعب، يعني ارتفاعها ما بيبقاش عالي، ارتفاعها بيبقى منخفض شوية. بدوس مرتين على زرار الرفع. الكلام دوت لو اللاعب ممسوك واللاعيبه مضيقين عليه، الكرة هتطلع من رجل اللي بيلعب العرضية زي نص رفعة في الجو، بس هتبقى سريعة. المهاجم مجرد بس المهاجم لو نفخ فيها هتخش جول. العرضية الثالثة ودي احلى عرضية، او دي اللي بتخلص لك الدنيا، وانا دي بعتمد عليها في كل الاوقات، اللي هي الارضية الزحفة. دي عرضية برضك، عرضية بس بدل ما بترفعها
بتدوس على زرار الرفع 3 مرات، 3 مرات ورا بعض، بتيجي على الارض زاحفه وبقوه. اللعيب حتى اللعيب بتاعك لو ما خدهاش المدافع بتخبط في رجل المدافعين، يعني حتى المهاجم بتاعك قصدي لو ما خدهاش بتخبط في رجل المدافعين وبتخش جول. امتى تعمل الزحفه ديت؟ لو لقيت اللعيبه كتير بتوع يعني الخصم بتاعك رخم وواقف مقفل لك الدنيا وما بيهاجمش، بتلعب العرضيه دي على الارض، بتدوس على الرفع 3 مرات، الكرة بتيجي زي طلقة في الأرض، مجرد ما تلمس الكرة هتخش في الجول. اللعيب بتاعك بيبقى واقف على العارضة القريبة، ولو اللعيب بتاعك ما خدهاش من قوة الكرة وزحمة المدافعين هتخبط في رجليهم وتخش. دي العرضية الثالثة. يبقى كده احنا عندنا 3 طرق للعرضيات. العرضية الأولى اللي هي المتقشرة اللي بتطلع من فوق المدافعين وتنزل على دماغ اللاعب، وصدقني بتحصل كده، بتترفع وتنزل على دماغ اللاعب، بس تدوس تدوس L1. دي العرضية الأولى. قلنا ده لو اللاعب بتاعك لو فاضي. معلش أنا عمال أعيد لك وأزيد لك في الحاجة عشان عايزك تفهمها. العرضية الثانية اللي بتترفع نص رفعة، ما بتبقاش عالية من فوق المدافعين، بتترفع في سوى دماغ اللعيبة أو في سوى صدرهم، بتبقى قوية. دي التانية، دي بتدوس عليها مرتين. العرضية التالتة اللي هي الأرضية زي ما بتقول شوطة على الأرض من الجنب، دي بتدوس عليها 3 مرات، زرار الرفع 3 مرات. دي مجرد لمسة هتخش في الجون، أو المدافعين هيخبطوا فيها ويدخلوها هم الجون. جرب بقى ال3 طرق دول وقول لي الماتش الجاي عملت ايه. نخش بقى على ال1 2. في ال1 2 نفس الكلام، تيجي تعمل 1 2 تلاقي الكرة بتاعتك بطيئة، مدافع الخصم قراها قبل انت ما تلمسها حتى، او تلاقي اللاعب بتاعك واقف مكانه مش عايز يتحرك. السر نفس الكلام، السر مش فيك انت، السر مش انت بتلعب الباصة غلط، السر بردك نفس الكلام اللي قلت لك عليه في الرفع. انت سايب الارقام زي ما عملها لك الكمبيوتر. المرة اللي فاتت كان دعم اللاعب، المرة دي هنتكلم على مجال الدعم. مجال الدعم لو عالي عن 10 اللعيبة بتبقى بعيدة عن بعضها، فاللعيبة طالما بعيدة عن بعضها مش هتعرف تعمل 1 2. ال1 2 لازم اللعيبة تبقى قريبة من بعضها. ازاي هعمل 1 2 انا ولاعب في نص الملعب والتاني عند الجول؟ هتعمل 1 2 ما بينهم ازاي؟ او اللعيب في نص الملعب والتاني عند خط ال18؟ فعمر ده ما هينفع في ال1 2. وبرضك تعالى اقول لك على كام طريقة لل1 2 ازاي تعملها في خصمك. في ال1 2 برضك قبل ما تبدأ الماتش تخش على الخطة وتظبط الارقام، خلي مجال الدعم على ما بين 4 أو 5. الرقم دوت بيخلي لك اللعيبة تقرب من اللاعب اللي معاك كورة في اي مكان في الملعب، بتلاقي اللعيبة تقرب له عشان يعملوا مثلثات مع بعض ويعملوا لك تمريرات سريعة زي التيكي تاكا كده بتاعت برشلونة. والكلام ده بيبقى في اضيق المساحات، يعرفوا يعملوا كده في اضيق المساحات، وده ده اللي بيخلي ال1 2 تتعمل زي الرصاصة. بردك ال1 2 ليها 3 طرق بتتعمل بيها ال1 2. ال1 2 بتتعمل بزرار الباص مع زرار L1 اللي هو اللي بتغير بيه العلامة بتاعت اللاعب. الطريقة الأولى اللي هي ال1 2 العادي، انت بتباص الكورة وبنفس الوقت اللي بتباص فيه بتدوس على L1 في نفس الثانية، يعني قول شبه الاتنين مع بعض، الباص مع L1 مع بعض، بتخلي لك اللاعب يباص الكورة ويتحرك في ظهر المدافعين. أول الكورة ما تروح لزميلك اللي انت باصيتها له دوس على الباص تاني، هتروح للاعب اللي جري. دي اول 1 2 واسهل 1 2. ال1 2 التاني اللي هي ال1 2 العاليه من فوق الدفاع، ده لو الخصم مقفل العمق، يعني انت عايز تعمل 1 2 بس اللعيبه واقفه جنب بعضها، هتعمل نفس البدايه، هتضغط في الباص مع L1 في نفس الثانيه عشان اللاعب بتاعك يجري. انت مجرد ما بتدوس زرار L1 اللاعب بيتحرك، اول اللاعب ما يتحرك ويعدي المدافعين انت دوس على زرار الرفع، الكرة هتتعمل زي اللوب ساقطة كده من فوق المدافعين. الطريقة التانية في ال1 2 ال1 2 العالية، دي بتتعمل لو الدنيا مقفلة وانت عايز تعمل 1 2 وتعدي من اللعيبة بس الخصم عامل دفاع، فانت مش هتعرف تعمل 1 2 على الارض. نفس الطريقة في نفس الوقت اللي بتباصي فيه بتدوس على زرار L1 بس بترجع الكرة عالية،
يعني انت كنت بترجع الكوره باص، المره دي هترجعها عاليه، هتتعمل لك زي اللوب كده من فوق المدافعين، هتنزل قدامك، هتروح انت انفراد انت والجول. دي العرضيه الثانيه. العرضيه الثالثه دي متعه، يعني العرضيه الوان تو الاخير دي متعه. بتتعمل ازاي؟ دي قمه، مش عايز اقول لك قمه في الصياعه، قمه في الذكاء. هتتعمل ازاي؟ انت اكنك هتعمل 1 2، هتلعب الكرة عادي، بتحرك بتباصي وبتحرك اللاعب، الخصم هيفتكرك انك انت هتعمل 1 2، هيروح بيحاول يقفل لك على اللاعب اللي انت هتلعبها له، هتاخد الكرة وتلف وتجري انت في المساحة الفاضية، وهتفتح لنفسك مساحة تروح بيها على الجول. من الاخر يعني خلاصة درس النهاردة، اعمل الميكس ما بين العرضيات وال1 2 في الهجمات بتاعتك، 1 2 كده من الجنب، واعمل العرضية سواء بقى على حسب وقفة المدافعين بتوع خصمك. هتلاقي المدافعين واقفين بيشدوا في شعرهم من الكور بتاعتك. جرب كده الخلطة دي النهاردة وقول لي في التعليقات ظبطت معاك من اول مرة ولا المدافعين قفشوها. اخبط اللايك واشترك في الأكاديمية عشان تقفل اللعبة، واستعد للدرس الجاي ان شاء الله بأمر الله، ازاي تسجل من اي مكان في الملعب. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.